الشغل ما بيخلص. الشغل ما بيخلص. هيجي وقت على حضرتك وهتتعب ومفيش حد هيشيلك غير نفسك. يا فندم معظم الشركات في مصر اتحولت النظام بتاعها انها محتاجه عبد تستنزفه. احنا فعلا اتحولنا في العمل ان انا بقيت عبد لصاحب العمل. دايما المجتهد اللي بيشقى وبيشتغل فوق ساعات عمله، لذلك انا بقول لكل الناس اوعى تعمل نفسك ناصح وتشتغل فوق مواعيد العمل اعتقادا منه ان هو كده بيروق على صاحب العمل ان انا بديك مواعيد فوق مواعيدي. لا يا حبيبي، انت مجرد ما بتتعب صاحب العمل شاف مكانك بيقول لك مع السلامه. لذلك دايما حاول تلتزم بالمواعيد بتاعتك، ما تشغلش بالك. الشغل ما بيخلص. الشغل ما بيخلص. هيجي وقت على حضرتك وهتتعب ومفيش حد هيشيلك غير نفسك. والله حتى ما هتتذكر بالخير. احنا مرينا بده. احنا كنا بنقعد بعد مواعيد العمل اعتقادا مننا ان احنا بنروح لصاحب العمل نعرفه ان احنا بنشتغل. صاحب العمل يولع، هو ملوش عندي غير الاتفاق الملزم بيني وبينه. لكن مشكلة الناس في حاجة، احنا في زمن بقى صعب. حضرتك دلوقتي لو انت ما عملتش او عملت بتبقى خايف، لان انا في رقبتي التزامات. يا جدعان اللي بيتكلم غير اللي عايش. يعني الناس تيجي تكلمك يقول لك يا باشا انت بتتكلم لكن انت مش عايز زيي، انت ما عندكش التزامات زيي، ده انا عندي بيت واسره وعيال واولاد. 12 ساعه علشان اكفي. انا بقعد يا باشا 12 و20 ومستعد اقعد 30 علشان اللي في رقبتي. لان يا فندم في فجوه في السوق بين المرتب وبين المصاريف الحقيقيه.